بعد الخطه دي كده ان شاء الله تكون انت خلاص يعتبر خلصت كل التراكمات اللي عليك، وقادر تمشي مع المستر بتاعك واحده واحده. وبكده بعد التايمر الحاجه اللي انت يعتبر كنت بتخلصها في 4 ساعات هتخلص يعتبر في نص الوقت بس، وكده تكون انت انجزت اصلا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بما ان خلاص يعتبر عدى شهرين من ثانويه عامه، وانت حاليا في اجزاء وقعت منك واجزاء رقمتها، فانت بدات كده تتشتت وتقول انا مش عارف انظم وقتي وكل الكلام ده. فكمل معايا الفيديو كده ان شاء الله، هقول لك على كام خطوه ان شاء الله، يعني كده بعد ما تطبقهم ان شاء الله تعرف تظبط وقتك، وكمان الاجزاء اللي متراكمه عليك تنتهي منها، ومع بدايه كده ايه الشهر الجديد يعتبر تبدا مع المدرسين بتوعتك زي ما انت. فكمل معايا الفيديو وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لاصحابك. بص يا عم، خلينا نتكلم في الاول كده عن موضوع تنظيم الوقت، لان انت لو نظمت وقتك ان شاء الله الحاجات اللي انت مراكمها هتعرف تجيبها. طيب تنظيم الوقت، سبب عدم تنظيم الوقت حاجتين. بص، الحاجه الاولى ان انت مش عارف تظبط دروسك، فبالتالي انت عندك الدروس عشوائيه وكل الكلام ده، فانت بتحس ان اليوم بيعدي. تاني حاجه ممكن تكون انت مظبط دروسك ولكن مش عارف تنجز، يعني بتقعد على الكتاب مثلا وقت كبير جدا، والحاجه اللي المفروض تخلص في ساعه انت بتخلصها في 4. فالحاجتين دول بيحسسوك ان اليوم قد كده وانت مش عارف تنظم وقتك خالص. فبالله عليك ما تعتبرش ده كده مجرد فيديو، واكتب ورايا شويه الحاجات اللي انا هقولها لك دول كده بالظبط. اول حاجه انت لازم تعملها ان انت تنظم دروسك. تنظم دروسك ازاي؟ مفيش حاجه اسمها انت بتنزل دروس كل يوم، انت عندك 5 مواد، حاول بقدر الامكان تجمع الدروس دي وتكثفهم ورا بعض. مش بقول لك انت تخلي 90 درس ورا بعض وكل الكلام ده، لا، اللي يستوعبه عقلك، ولكن برضه ما تخليش كل الدروس، يعني مثلا درس النهارده درسين مش عارف بكره. لو عندك دروس كل يوم ده هيكتر من خروجك بره للشارع كتير، وبالتالي انت في وقت بيضيع منك انت تقدر تستغله بكل سهوله والله. تاني حاجه كمان ان انت تخلي الدروس ورا بعض، يعني او على الاقل مثلا يا دوبك وقت يكون تلت ساعه ونص ساعه بين الدروس. اما مثلا انت تكون في درس ومستني درس تاني بعدها بساعتين، ده بيضيع وقتك على الفاضي. فانت اقعد مع نفسك كده وشوف دروسك سواء سنتر او اونلاين. لو انت سنتر حاول تجمع كل المواعيد اللي قدامك، وحاول بقدر الامكان تجمعهم جنب بعض، ولو في مجموعات تانية حاول تغيرها. بجد دي والله العظيم خطوه تفرق معاك جدا جدا. ولو انت اونلاين برضو نفس الموضوع، مش شرط اول ما المحاضره تنزل انت تسمعها، لا، اسمعها بناء على تظبيط وقتك، لان المدرس ممكن مثلا يكون بينزلها الساعه 7 وانت عندك مدرس تاني الساعه 7، فالدنيا هتتلخبط معاك. لا، الحصه تنزل انت ظبطها بناء عليك انت، واجمعهم كده في كشكول معين، وخلي وقت ثابت وكل الحاجات دي. تاني نقطه كمان ممكن تكون بتضيع وقتك ومش عارف تنظمها بسببها، ان انت بتذاكر بعشوائيه. يعني بالله عليك انت لسه في البدايه، انت لسه قدامك يعني دوبك انت خلصت شهر ونص او شهرين بالكتير، لسه قدامك وقت كبير جدا. فانت ما تذاكرش بعشوائيه. يعني ايه؟ يعني مش شرط مثلا تقعد تذاكر لي ساعتين بالليل وساعتين الصبح، وتيجي من الدرس تنام ساعتين مثلا بالليل وتصحى مش عارف الساعه واحدة. ما تعملش كل الكلام ده في البدايه. امال مثلا في الايام اللي هتنزلي فيها تعمل ايه؟ انت دلوقتي، انا والله مثلا خلاص حاولت بكل الامكان وما اعرفش اذاكر غير بالليل، خلاص ذاكر بالليل. ولكن يعني وانت بتنام الصبح خلينا مثلا انام من بعد الفجر والله لحد الساعه 8، فانا كده نمت لي مثلا 3 ساعات ولا حاجه. الظهر هنام لي ساعتين 3 تاني، ما تنامش اقل من 6 ساعات ولا حاجه. فيبقى انت كده ظبطت وقتك. لا طب والله انا مثلا انسان ما شاء الله نشيط، وده احييكم جدا، بصحى من بعد الفجر. انت لو بتصحى من بعد الفجر يبقى انت لازم حتما تنام بالليل. مفيش حاجه اسمها مثلا انا جيت من درس مؤخر فلا حصل لحد ما يحل الواجب، لا، عشان ما تضيعش وقتك وانت جسمك مش هيتاقلم مع الموضوع ده، هتلاقي نفسك بتضيع وقت على الفاضي. فانت لما بتذاكر بالليل لما بتذاكر الصبح. تالت حاجه بقى ممكن انت تكون مش بتعملها، ذاكر بتايمر. تذاكر بتايمر ازاي؟ اول ما تبدا كده التاسك بتاعك، يعني مثلا انا خلاص استمعت الشرح بتاع الدرس ده، فانا عارف ان الدرس ده مش هياخد مني اكتر من ساعه ونص مذاكره مثلا، من رينج والله ساعه لساعه ونص. وانت بتحدد التايمر حط ساعه ونص جنبك، يعني نزل كده برنامج بتاع التايمر، اكتب لي في الكومنتات برده كده ايه اسم البرنامج، وانا ان شاء الله هقول لك على اسم البرنامج برده بتاع تايمر كويس. فانت نزله وحطه جنبك، واول ما تبدا خلاص حط التايمر جنبك ساعه ونص. هتلاقي نفسك دماغك طول ما هو شايف التايمر كده بيعدي انت بتنجز بجد والله بطريقه انت ما كنتش متخيلها. اخيرا بالله عليك بقى وانت بتذاكر ابعد عنك التليفون او السوشيال ميديا تماما. والله العظيم الحاجه دي تخليك لو بتذاكر حاجه في ساعه بتذاكرها في 4 ساعات، وعن تجربه يعني. فوانت اول ما تبدا مذاكره كده ابعد التليفون عنك خالص، حتى ما تحطوش جنبك، ما تحطوش اصلا في الاوضه اللي انت فيها. حاول مثلا بقدر الامكان او اقفل النوتيفيكيشن بتاعته، اقفل النت او حاجه شبه كده. اهم حاجه وانت قاعد تمسح السوشيال ميديا جنبك، ما تخليهاش جنبك خالص عشان ما يجيلكش اي اشعارات، وما تخليش التليفون جنبك خالص. تاني حاجه بقى بالنسبه للاجزاء اللي انت كنت مراكمها او وقعت منها غصب عنك، دي مش مشكله خالص، وانت لسه في البدايه، ولازم تكون فاهم ان يعني مش شرط عشان الحاجه اتراكمت يبقى خلاص هي مش هتتجاب ولا حاجه، لا. بص، اول حاجه انت تعملها دلوقتي كده انك تجيب كشكول وتكتب فيه كل حاجه اتراكمت عليك، باسماء الدروس بقى. كمان لو انت راكمت جزء معين من درس مش درس كامل برضه اكتب الجزء ده، اكتب والله انا فاضل لي جزء كذا في العربي، انا مش عارف اليونت 2 مثلا في الانجليزي فاضل لي مش عارف فيه الكلمات بتاع الليسون 1 ما راجعتهاش كويس. اكتب كل الحاجات اللي انت محتاجها دي، اكتبها بس مجرد اكتبها وحطها قدامك كده على المكتب، علقها قدامك على الحيطه. بجد والله طول ما انت شايف قدامك الحاجات دي هتلاقي نفسك بتنجز ازاي؟ الطبيعي ان انت بيعدي عليك ايام بيفضل لك ساعه ساعه ونص، يعني الساعه ونص دول قبل ان انت تخلص منهم تاسك.
مش شرط بقى ان انت تجيب كل التاسكات مره واحده او تطول لك كل الحاجات مره واحده، لا طبعا. انت يا دوبك مثلا قدامك ساعه ونص النهارده فاضيه قبل ما تنام مثلا، او انا ممكن اجي على نوم النهارده مثلا بدل ما هو 7 ساعات اخليه مثلا 5. الساعتين اللي انا هوفرهم دول هكون خلصت جزء منهم. بعدها مثلا بكام يوم، مش شرط تخلصهم كلهم ورا بعض، هتلاقي نفسك والله بمجرد ان انت علمت على حاجه منهم وانجزتها، حتى ولو كانت بعد اسبوعين 3 بجد والله خلصتهم. اما طول ما انت سايبها كده سداح مداح هتلاقي نفسك بعد شهر واتنين ولسه الاجزاء متراكمه عليك. وبس يا صديقي، تطبق كده شويه الحاجات دول وان شاء الله بجد هتفرق معاك، وانا مستنيك كده تقول لي كمان الحاجات دي فرقت معاك بعدين. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الاشعارات بتاع الفيديوهات الجايه. واكتبوا لي كده لو اي حد فيكم محتاج اي حاجه في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه. وبس، سلام.